صوت لبنان. لقاء الأحد مع جيزال خوري. صباح الخير. لقاء الأحد اللي بيستمر معكم ساعة كل صباح يوم أحد. اليوم التصاريح بنشوفها بالصحف. على كل حال بيرافقني المخرج توني خوري. إذا بتسمح أستاذ فؤاد مخزومي، سنبدأ بالحدث السياسي بين أمس واليوم، وهو ليس حدث لبناني، هو حدث إقليمي. يعني انتخاب حسن روحاني المعتدل في إيران، قرار الإدارة الأمريكية بتسليح المعارضة، وهيدا وكأنه في شيء تغير في الإدارة الأمريكية أو في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، والتفجير أو قنابل متفجرة للرئيس المصري محمد مرسي، بالإضافة للمظاهرة المؤيدة لأردوغان في تركيا. نحن مثل ما بنعرف أنه لبنان مثل هيك بيفار، مثل ما يقال، يعني كل شيء ينطبع عليه الناس. هيك انه طلع الاصلاحي حسن روحاني وكأن الشيء سيتغير في ايران. انا ما بعرف اذا بتعرف ايران منيح. بنتابع يعني استاذ مخزومي البيروتي، شو بيشعر وقت بيكون المعتدل في ايران؟ انا بعتقد اول شيء بدنا نحيي الشعب الايراني بصراحه، لانه من 2007 لما حاول النظام انه يقمع شيء اسمه التحرك الخضر، صحيح، الثوره الخضراء، كلياتنا افتكرنا انه مثل ما عنا بلبنان وبالعالم العربي انه النظام يقمع اي حركات تغييريه اللي عم تصير فيها. بعد بدنا نعطي شويه حق للشعب الايراني انه فهم اللعبه، اشتغل برواء، بوضوح، باستراتيجيه معينه، وشفناها كيف ترجمت بالانتخابات. انت اللي عم تقوليه مزبوط، لانه كل اللي استطلاعات الراي ما قبل الانتخابات كانت بتقول روحاني يمكن يطلع بالدوره الثانيه، صحيح، مش بالدوره الاولى. صحيح. على اساس كاليباف كان مفروض اللي يكون، صحيح، لانه مدعوم من الحرس الثوري. بس كمان كلياتنا بنعرف انه التغيير باليوم المنطقه كلياتها على مرحله تسويه. هالتسوية ما بعرف إذا هي على مرحلة تسوية أو يعني تشدد أكثر وقنابل موقوتة أكثر صراحة. شوف، في تسوية بشو؟ شوف اليوم إذا بنرجع لتاريخنا بالمنطقة، العلاقة بين إيران وأمريكا لحدود سنة 79 كانت علاقة مميزة. صحيح. وبعدين كلنا بنعرف إنه المرشد الخميني جاء بطائرة الإير فرانس ونزل بمطار باريس بلا مقاومة. بس مثل العادة الأمريكان بيتخلوا عن الصديق بسرعة أكثر مما يتخلون عن العدو صراحة. أنا اليوم بدي أحكي استراتيجية، أنا بدي أتعاطى مين بحبنا ومين بكرهنا. أوكي. اليوم إذا أنا بيجي بتطلع على المنطقة إحنا تبعنا، عندنا بمنطقة الشرق الأوسط محاطة من 3 محاور أساسية: محور إيراني شيعي، محور سني علماني يلي هو تركيا أو على قليل بالوقت الحاضر الصورة فيها، ومحور إسرائيلي يهودي موجود فيها. بهالمنطقة في عندك بحدود حوالي اليوم 370 مليون عربي. كلنا بنعرف إنه إلنا ما شفناها من سنة 82 مرورا لليوم، يعني بنحكي 30 سنة. الخطاب السلفي المتطرف بلش يعلى من أفغانستان، وصولا للإخوان المسلمين، وصولا اللي عم نشوفه اليوم. إذا استراتيجيا بدك تطلعي فيها من بعيد لمصالح الدولية، لا، أنت اليوم الغرب بيقول لك أنا أهون لي 100 مرة إنه اتعاطى مع الأقليات بالمنطقة، الأقليات اللي فيه أوصل معهم، على لأنه في نظام كامل واقع بمعزل إذا الناس بإيران بتحبيها أو ما بتحبيها. بالنتيجة برهن إنه في مؤسسة دولة. هلا الدولة متشددة، الدولة بالآخر في إمكانية التغيير فيها، بس في دولة، وتركيا برهن نفس الشيء، وإسرائيل نفس الشيء. بس الإسلام السياسي حليف أينما كان. الحليف السياسي يعني الثورة الإيرانية ليست بعيدة عن الإسلام السياسي السني. صح، بس الفرق إنه أنا اليوم إذا بدي أطلع كغرب، بعد ما صار بأفغانستان، بعد ما صار بالعراق، يلي عم نشوفه اليوم بشمال أفريقيا،
واضح انه في مدرستين بالغرب، مدرسه بتقول يجب التعاطي مع الحركات الشعبيه، واليوم الاخوان المسلمين هي الحركه الشعبيه، هي التيارات الشعبيه. صحيح. وفي ناس بيقولوا لك بس كونه انه ما في ثقافه الاداره والسلطه اللي موجوده، كونه انه الاخوان المسلمين كان لهم 80 سنه يعني بالاخر مقنوعين بالمعارضه، ونحن كلياتنا مثل ما صار عندنا بلبنان. نحن بعد الطائف، تغيير الطائف جاب مجموعة جديدة على الحكم يلي ما كنا معودين تنحكم، ويلي كانوا موجودين على الحكم ما بيعرفوا كيف يعارضوا. مستخيلك شو هن وين الجديد؟ لا بس ما كلهم اولاد وما اولاد واولاد هون وفلان اولاد، يعني بعض الطوائف غيرت، ولكن على كل حال الموارنه ما غيروا حقيقه. لا ما هو ما كثير غيروا. هو نحن بلبنان كلنا من سنه 79 لليوم، من بعد الطائف من 89 لليوم ما في تغيير. يلي اخذك على الحرب الاهليه سنه ال 75 حاكمينك سنه 2013. او خلينا اللي استعملوا في الحرب الاهليه، لانه اللي اخذوا هي القيادات السابقه. انا بدي اسالك، لانك عم تحكي عن الاسلام السياسي وعن افغانستان والى اخره، عندك تصريح مؤخرا بتقول في انه تدعو طبعا القوى السياسيه الى الحذر من انعكاس الخلافات السياسيه على الشارع، طبعا بتخوف الناس من الصراع المذهبي وبتقولهم ينتبهوا، وتقول يعني أن لا أحد من البيروتيين على استعداد للتضحية بالعاصمة من أجل حفنة من المتطرفين أو الإرهابيين أو حتى المرتزقين والمغامرين. مين هول؟ كلها عم نشوف نحن بمناطق خاصة السنة، بالمناطق مثلا طريق جديد يكونش المزرعة، عم نشوف الأعلام يلي عم تطلع صفة أعلام سود، يلي أعلام يلي السلفيين موجودين فيها. اليوم الشيء اللي بحزنني انه اسلامنا بتبلش دايما بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم مش انه عملية التكفير، واذا انا مني موافق معك لكن الي حق بالاخر طلع فتوى ضدك. يلي عم يصير فينا نحن اليوم بالاسلام السياسي بالاخر هيدا ما هو الاسلام اللي نحن تعودنا عليه، ما هو الاسلام اللي بالاخر التسامح اللي موجودين فيه. بتقولي لي حول الإسلام مثل ما تحور أشياء تانية لموضوع السياسي، بقول لك إيه، نحن أهل بيروت أهل المدن خلينا نسميها بعادة وبيروت خاصة. أي ما عندنا نحن هالتطرف، طول عمرنا نحن ببيروت عايشين كنا مع بعضنا. هلا بننكت على بعضنا، أنا بتذكر لما كنت بالمدرسة بالستينات والسبعينات بننكت على بعضنا إنه هيدا شيعي وهيدا مسيحي وهيدا روم وهيدا، بس بحياتنا وصلنا لمرحلة إن مستعدين نبرر سفك الدماء لأنه أنا مني مقتنع بطريقة تفكيرك أو بشعائرك الدينية. أكيد البيرتي عندهم شيء من التسامح مش موجود يعني بأمكنة أخرى، بس معليش وقت بنحكي هيك هيدا الكلام إذا بتسمح أستاذ فؤاد، كمان في حزب الله اللي عمل 7 أيار، واللي نقول انتهك حرمة البيروتيين، بمعنى نحن رافضين 7 أيار بالكامل، ونحن يلي زعلانين منه أكتر إنه القيادات يلي كانت عم بتدافع عن بيروت ب7 أيار وما حدث، راحوا على الدوحة تم الاتفاق هناك. يعني اليوم انت نكون واقعيين، لا كان عندهم الخيارين، او يروحوا على الدوحة او يعملوا حرب، يتسلحوا ويعملوا حرب. ما نحن مشكلتنا دايما اذا بنطلع على امثالنا العربية بنشوف هي طريقة تفكيرنا. مين ما اخذ امي صار عمي. الايد اللي ما فيك ايد، هي معروفة عن البيرت، مش عن البيرت. عم بعطيكي نحن عنا يلي الايد اللي ما فيك لا بتبوسها وبتدعيلها بالكسر. الكذب مرح الرجال، الهريبة تلتين المراجل. طالما إذا هيدا هو طريقة تفكيرنا، لكن كل شيء عم نقوله بالآخر أمر واقع وبدنا نتعاطف فيه، لأنه بالنتيجة الشعب اللبناني إذا بنطلع من سنة 92 لليوم ما هو فعليا نسبة المشاركة الفعلية بالحياة السياسية، يعني نحكي على انتخابات أو غيرها، لا تتعدى 50%. يعني عندك نص شعبك اليوم بلبنان، وبيروت 30% ما رافضين، لأنه بالآخر منا شايفين المدن هيك عادة. لا بس نحن بالذات ببيروت اليوم نحن انكسرت الشوكة. يعني يلي صارت فيها بعد اتفاق الطائف كان في قرار سوري بتهميش المرجعيات السنية. تنبلش بموضوع السنة، خلينا نقول الطائف السوري وليس اتفاق الطائف. يعني التفسير السوري لاتفاق الطائف. صحيح حبيبتي، أنا بالنسبة لي بتطلع على النتائج. أنا زلمي صناعي ما بتطلع على النيات، بتطلع على النتائج. أنا اليوم تنفيذ اتفاق الطائف بواسطة غازي كنعان يلي صار فيها كان هناك تهميش لعدة مرجعيات. وخلينا نكون واقعيين، من هو يلي بيزعج السوري أكتر؟ مش المسيحي. يلي بيزعج السوري هو السنة، وخاصة هلا لا حتى بالماضي أنا ماني شايفها. يعني اليوم في عملية تهميش كانت منظمة
لكل مرجعيات السنة. ولما وصلوا بإلغاء وصفى في عنا مرجع واحد اسمه الله يرحمه رفيق الحريري، قتل الحريري. هلا بمعزل مين قتله، ما بدي فوت اليوم بجدل مين قتل، بس اليوم فيها الفراغ الموجود فيها. لكن اليوم السنة حاسين حالهم انه ما في عملية توحيد بالقيادات السنية. مثلا بالمسيحية بمعزل في عندكم 3 قيادات موجودة او 4 قيادات. مين دخلك سمي لي؟ لا اليوم هلا بالفعل في عندك اليوم الجنرال عون الدكتور جعجع، في عندك شو اسمه الرئيس امين جميل، وفي عندك بحجم معين مستقلين. لا حتى شو اسمه الوزير سليمان فرنجي. المشكلة اللي نحن صارت عنا ما بعد الطائف، القرار السياسي اللي كان ما قبل الطائف موجود ببعبدة، اليوم القرار السياسي المسيحي موزع. اوكي، بس على القليلة في جهة اسمها بكركي بين وقت ووقت فيها تجمعهم بمعزل إذا وافقوا ولا لا، فيها تجمعهم. بينما نطلع نحن على السنة في عنا اختلاف بالنسبة لدار الفتوى، عنا اختلاف بالقيادات، عنا ما فرزت فيه اتفاق الدوحة يلي هو الرئيس سعد الحريري كالزعيم الأول للسنة منه موجود بالبلد. أوكي، وفي عنا هالفراغ. الطبيعة بتكره الفراغ. هالفراغ عم يتلى اليوم إما من مستقلين بمحلات معينة أو بالخطاب السياسي المتطرف يلي أنا خوفي عليه إنه اليوم السياسيين الموجودين وخاصة يلي بيئتهم متطرفة، عم بحكي مثل الجنوب مثل صيدا مثلا أو مثل الغربي أو طرابلس، عم يصفي السياسي وخاصة بالسنة كلامه بده يزايد على هالحركات حتى يخلي قواعده موجودة، لأنه في ردة فعل كمان على تصرفات حزب الله. ما في شك. شوف اليوم يعني نحن أنت فتحتي موضوع سوريا. أنا بالنسبة لي التدخل بسوريا من الطرفين خطأ، لأنه هذا ما بيحمل لبنان. جاوب الرئيس الحريري اليوم على السيد حسن نصر الله بقصة أنه نحن متورطين في السلاح والمقاتلين، وقال حرام عليكم تقولوا أنه متورطين. يعني هن أكيد رأي الرئيس سعد الحريري هو مع المعارضة السورية 100%، ولكن أنه هو بدخلهم سلاح ومقاتلين. ما كانوا حاربوا ب7 أيار لو بدهم يحاربوا، يعني شو راحوا يعملوا ليش عنده محاربين؟ أنا ما بتابع هذا الشق الميداني، عرفت كيف؟ لأنه لا ما بتابع الشق الميداني، لأنه أنا بعتبر إنه الدولة الوحيدة اللي فيك تحميها هي الدولة تحميكي، مش أنت تحمي الدولة. يعني أنا بالنسبة لي شو راح يأثر تورط حزب الله على لبنان، وشو مأثر على الشارع البيروتي؟ أول شيء التورط يلي نحن كلنا الموجودين فيه بسوريا، نحن ما عرفنا امتى خلصنا من الوجود السوري بلبنان 2005. بعدين ما بالاخر نتمنى له الخير ونقول لهم خي خذوا قراركم لوحدهم والله يبعدكم عنا. قررنا نضلنا نتدخل بالشأن السوري. هلا تدخل بالشأن السوري مش لانه نحن عنا القوه بالتدخل بالشأن السوري، بس اعلامنا ومنابرنا الحره تستعمل من جهات اقليميه حتى تاخذي مواقف بالنسبه للملف السوري. حقيقه ما صار انتقاد حقيقي على الوسائل الاعلاميه اللبنانيه. هلا انا عم طلع من نظرتي انا الانتقاد صار اكثر على الوسائل الاعلام العربيه. لا شوفي، نحن حتى عنا في كتير من المقالات اللي طلعت ومن الافتتاحيات اللي انعملت حرية رأي. ما عم لك شفتي، ما انا عم بقول لك ايه استعمال حرية هالمنبر. مزبوط. اوكي لهالموضوع انا ما عم بقول لك انه صح ام غلط، عم بقول لك استعمال الحرية الموجودة عنا يلي عطت الانطباع كأننا نحن اخذين طرف لجهة ما او لا. انت اخذ طرف انا بينك وبين حالك. انا تقول لك شغله، انا من الاساس السوري حاربني وسقطني بالانتخابات وكل مصالحي انضربت مع انه كان قال انك حليفهم. يا ريت يا ريت انك حليف النظام السوري. دخل بدي اسالك سؤال، لو كنت حليف النظام السوري ما كانوا عملوني نائب ووزير وجابوني رئيس وزراء واعطوني مصالح؟ يعني انت كيف تكوني حليفهم؟ نحن بهالبلاد العربيه الحلف يعني المصالح. طيب اذا انا لا عندي مشاريع بسوريا ورفضت انه استثمر بسوريا ومصانعي بعكار تسكرت ومصانعي وين ما كان، طيب بدي اسالك سؤال، اذا هيك بحبوني عمل لو بيكرهوني شو كانوا يعملوا فيي؟ لا هن يمكن انه خيار ثاني. تعرف في عندهم هن حلفاء خيار ثاني كانوا يشتغلوا. لو كان هالكلام صح عرفت كيف؟ نعم. طب ما كانوا يجيبوني بكل هالوزارات اللي كان هن عم يقرروا فيها. خلينا نكون واقعيين. صحيح. اليوم بانتخابات 2000 اشتغلوا ضدي، بانتخابات 2005 بالاخر ما كان في امكانيه لانه وقتها اختيار رئيس نحن ما كنا بنترشح بالانتخابات. 2009 راحوا على الدوحه، بتعرفي انه تاخر اتفاق الدوحه نص نهار مشان اسمه بيروت الثاني. طيب وهذا كانت المنطقه اللي انا نازل فيها. طيب اذا وصلت لهالمرحله اذا هالقد بيحبوني وما في امكانيه ما دام فرضوا. طيب خلينا نقول انه النظام السوري فرضوا فيصل كرامي، فرضوا بالاخر حزب القومي اذا بالمفهوم الاستراتيجي. طيب نحن وين منا بالمعادله؟ بس حلاوه الاعلام عندنا بلبنان اذا ما عندي شيء ضدك بري هالخبريات، عرفتي كيف؟ وانا في حمله كبيره علي بس بالنتيجه تاكدي
انا كله هيدا ما بحطه بخانه، لانه انا بعرف حالي انه بدي اشتغل للبنان. هلا في بس لما قالوا انه اسمك انطرح كرئيس للحكومه بدل الرئيس سعد الحريري وبدل الرئيس سنيورة في فتره من الفترات. لا هيدا صار يا ستي بال 2007. نعم. 2007 كان في كلام عن شيء اسمه الحكومه الثانيه اذا بتتذكري. تم اتصال فيه حتى من داخل لبنان مش من سوريا، انه شو رايك بالفكره؟ قلت لهم اول شيء انا لبناني، إذا اليوم الرئيس السنيورة قاعد بالسراي وقوام الداخلي معه، الجيش إذا صار في حكومة تانية سوف ينعزل ويقعد بالسكنات، لكن المؤسسة الوحيدة اللي بدك تديري فيها المؤسسة العسكرية رح يكون بس حزب الله. إذا صارت هالعملية يعني فعليا اليونيفيل بينسحبوا من الجنوب، وإسرائيل بيكون عندها إمكانية لضرب استعمال هالفرصة لضرب لبنان لتعديل الكفية اللي صارت بال 2006. أنا رفضت بلا ما أعلنها، لأنه أنا بالنسبة لي إذا بدي حافظ على بلدي منها هي عملية المواقع اللي بنتعاطى فيها. وإذا بتتذكر الأمريكان طلعوا وقتها اكزيكتيف اوردر إنه مين ما بده يعمل رئيس حكومي تاني بدنا نجمد له أمواله بأمريكا وكلياته. طيب المستثمرين بأمريكا صرنا كم واحد نحن؟ يعني مش كتار، عرفت كيف؟ لكن يعني لوحوا بتجميد أموالك؟ لا ما روحوا، ما هن ساعات بيعملوا بيطلعوا الاكزيكتيف اوردر بس ما بيحطوا الاسم. أنا بيجي لعندي وقتها جيفري فلتمان. نعم. وإذا بتتذكر بالويكي ليكس إنه حكى عن اجتماع بين فؤاد مخزومي وجيفري فلتمان، والاجتماع لم ينتهي بمحبة. لا قلت له أكثر من هيك، قلت له قبل ما تبلشوا تسألوا تعالوا سألوني لإلي إذا أنا مستعد أعملها ولا لا. شو بيهمني إذا أنت بتطرحيني ولا لا، أنا بيهمني أنا. وأنا رفضت الموضوع، لا كان في عملية تلويح ولا كان في شيء، لأني مني مقتنع مصلحة بلدي بهالمرحلة يكون في حكومتين. طيب أستاذ فؤاد مخزومي، عم تحكي عن العلاقات مع الأمريكيين، يقال أنه عندك علاقات يعني خارجية كبيرة مع الإنجليز خاصة، صحيح هالشيء؟ 100%. كيف؟ أنا قلت للسفير الفرنسي وعلى الهواء إنه الفرنسي الذي يتكلم عربي بيكون مستشرق، والإنجليزي الذي يتكلم عربي يكون جاسوس. هذا المعروف يعني في لبنان. شو علاقاتك مع الإنجليز؟ أنا علاقتي مع كل دول العالم. نعم. تقول لك شغله، نحن بلبنان بلد صغير، تتبني علاقاتك ما في هالدور اللي فيك تلعبيه إقليميا. في أشخاص محددين مثل الله يرحمه الرئيس الحريري، مثل حمد بن جاسم، أشخاص أكبر من بلدهم، يعني حجمهم دوليا أكبر من. بس هيدا حالات خاصة. الحالات العامة تبني علاقاتك أنت ضمن شبكة علاقات. العلاقات كيف؟ اليوم في عندك مراكز الفكر، الثينك تانكس اللي موجودة بالعالم، وإن نحن كلنا بنعرف سيستم العالم الغربي وخاصة بالسياسي اتس ريفولفينج دور، يعني بضلوا دوار. نعم. يعني بتطلع اليوم بفيك ترجعي بكره، بنشوف في الادارات كلها. لكن بس في مراكز دراسات اساسيه مثل كونسل اوف فورين ريليشنز، ميدل ايست بروجكت، هالمواضيع يلي عاده قسم منهم بيرجع بفوت على الدوله. مثلا نحن عندنا باليو اس ميدل ايست بروجكت كان تشاك هيجل لوزير الدفاع. نعم. طيب اليوم لما انت بتكون عندك بكل بلد من هالبلاد هالعلاقات هيدي، هون بتكوني عم تفهم السياسة، بتنفتح لك مجالات حتى أصحاب القرار ياخدوا رأيك، مش لأنه أنت بالآخر مؤثرة، بس بالآخر بيعرفوك جاي من منطقة. اليوم نحن في عنا مجموعة بالعالم العربي، بالكويت، بلبنان، بالإمارات، بمصر، بعدة بلاد، يلي نحن مصالحنا إقليمية. مصالحنا إقليمية يعني اليوم أنا بشتغل ب 47 بلد، يعني عندي استثمارات ب 47 بلد. باي ديفولت انت صفيتي بالاخر عندك علاقات مع النظام لما يكون انت عندك مصانع وفي هالمجموعات. نحن لما بنتكلم مع اصحاب الراي، ان كان بديفيد كاميرون ولا كانت ليتا بايطاليا ولا كان مين ما كان، انت عم تحكي بمفهوميه الاقليميه، مش بقى بمنظار البلد الضيق فيها. بهالموضوع العالم بتحب تسمع لك، وخاصه بمواقفك اللي عم خدتيها كل هالمده وتبرهن انه قراءتك صح، بصفوا بيحسوا حالهم انه قادرين. تاني شيء، اليوم كل بلاد العالم ما بتتعاطى بالشنطه. اللي احنا عنا بلبنان السياسي بتتعاطي معه بالشنطه، اوكي، بيسافر بيجيب شنطه معه بحسب الكبر وصغره، بتكون سامسونات صغيره، بس ما يجيب شنطه من اليمن لانها بتتفجر، ما بعرف. بس اللي عم اقول فيها انه اليوم بالعالم الغربي انت فيك تشاركي بعمليه دعم المرشحين ضمن المؤسسات القانونيه. يعني انت اليوم اذا عندك مؤسسه شركه قائمه وعم تعمل فلوس وعم تربح، إلك حق بالنظام انه الشركه المحليه تساعد بعمليه التبرعات السياسيه.
طالما انت بتلعبي بهالاصول انت بالاخر ما عندك شيء تكوني خايفين منه. علاقتنا نحن مع الحكومه الانجليزيه مميزه. ما تنسى انا عائلتي كانت ساكنه هناك، نحن نقلنا فيها، اولادي بنتين ولدوا هناك، عرفت كيف؟ ومرتي معها باسبور انجليزي. يعني اليوم بالعربي النتيجه نحن علاقتنا بالانجلترا مميزه. وانا فوق هيك نحن اشتغلنا بوقتها من سنه 92 اوكي، وما كان بتعرف علاقات الانجليز مع لبنان كانت محدوده، لانه نحن نعتبر كنا بالنفوذ الانجليزي الموجود فيها. بس اشتغلنا وقتها ونجحنا انه دعي، اذا بتتذكري بال 94 دولة الرئيس الله يرحمه الحريري على انجلترا بدعوة رسمية. وقتها انعطى الاي سي جي دي، كان اول مرة بينعطى اموال لتمويل مشاريع بلبنان. نحن شو فينا نساعد كلنا اللبنانيين لو بالاخر ما بنقعد بالاخر منهاجم بعضنا. كل واحد منا عنده علاقات نجمعها كلياتها، لانه بهالمرحله الدقيقه مطلوب على الكل يشتغلوا مدعم الحكومه اللبنانيه. صحيح انه الانجليز طالبين منهم الامريكان يكونوا قبل قرار يعني اوباما امس انه يكونوا هن في الواجهه، لانه الامريكيين لا يريدون ان يتورطون في الازمه السوريه. يعني رح اعطيك مثل، يقال انه السلاح الكيماوي يعني نعرف انه استعمل في سوريا، ولكن الامريكان طلبوا من الفرنسيين والانجليز خاصه انه انتم مرقوها، لانه نحن اذا بدنا نقول بده يكون تصرفنا مختلف. الانجليز تاريخيا مفهوم للمنطقه قديم، والجماعه بيفهموا العقل كيف بيشتغل فيه. بس خلقوا اسرائيل. بس اذا بنطلع فعليا الانجليز والفرنسيين تاريخهم هن اللي بيفهمونا اكثر من اي دوله تاني، عم بحكي اوروبي. بمرحلة توني بلير أخذ قراره أنه يمشي أكثر يصفي منفذ للسياسة الأمريكية على أنه يكون شريك للسياسة الأمريكية. مشان هيك شفناها بعهد توني بلير أوكي، صار في انكفاء للدور الإنجليزي بالمنطقة. ديفيد كاميرون شخص بالآخر منفتح جاي، ما في عنده أعباء سياسية من الماضي. بعتقد كان في كتير ناس نصحوهم انه اليوم لازم يكون في عملية دور قيادي، وشفناها اليوم بلبنان بالسفير توم فليتشر. تصرف توم فليتشر غير هو الدبلوماسي التقليدي بعملية التصرف فيها. وأنا بتوقع أنه لازم يكون للإنجليز دور أكبر بالمنطقة. يعني توم فليتشر قالنا شو لازم يكون لبنان بال2020، يعني هيدا أكتر شيء حقيقة اشتهر فيه. عم يشتغلوا عنده الرؤية. إيه عنده الرؤية المدام، رؤية مستقبلية. يعني بتحبهم كتير. رؤية مستقبلية. طيب شو علاقاتك الإقليمية؟ أنا عندي استثمارات. أنا بدي أقول لك شيء، أنت بتحيرني، مشان هيك عم بسألك هالقد أسئلة. شو علاقاتك الإقليمية؟ يعني مع السعودية، يعني مع قطر، يعني مع مصر، مع الكل. هلا مصر هيدي شق واحد، هلا قنابل مرسي هائلة امبارح. نحن اليوم بمجتمعنا بلبنان في عندك، كونك بلد صغير بده يكون عندك ارتباطاتك الإقليمية، لأنه لا نحن ما فينا نعيش لوحدنا. شغلتين ارتباطاتك الإقليمية، بدك تساعدي أهلك تلاقي وظائف برا، لأنه نحن ما قادرين نجيب كل وظائف. بالعلاقات هون فيك تحسني صورة بلدك. هلا طبعا لسوء الحظ اللي مارقين فيه هلا بقرار مجلس التعاون صعب يعني، بس صحيح. بعتقد مجلس التعاون هذه مرحلية ضمن التفاوض اللي عم ما بنعرف قديش بدها تضاين هيدي، ما هو اللي يعمل لك. مشان هيك خلينا نطلع لبعدين لأبعد من هيك. أنا اللي شايفه إنه اليوم نحن علاقاتنا لازم تكون مميزة. نحن عندنا استثمارات بكل البلاد العربية، عندنا استثمارات بالفار ايست. ضمن الاستثمارات عادة نحن بالبنية التحتية، بالأنابيب يعني المي والبترول والغاز. لما بتكوني بهالدومين هيدا مجبورة تكون علاقاتك مميزة، لأنه دايما مع الدولة، ما هو القطاع هيدا يلي مفروض بالآخر تعطي فيها بهالموضوع. وهون بعلاقاتنا الشخصية إن كان فيها اليوم أنظمتنا، في عندك جهتين بدك تعطي معها، الجهة السياسية يلي عم نحكي اقتصاد، والجهة الأمنية تتأمني مصالحك بالبلد. اوكي، وهذا عالمنا كلياته. بس اليوم بكل بلاد العالم الجهة الأمنية هي حامية الدولة. يعني نحن بس ببلادنا بنعتبر الجهة الأمنية هي جهة بوليسية ضد المواطنين، بس بشكل العالم لما تحكي أمن قومي، تحكي أمن قومي هي لمصلحة الدولة. ومن هون إذا كان عندك هالعلاقات مع اثنين ما لازم يكون في عندك مشكلة أبدا بالتعاطي مع أي دولة. بس اليوم يعني دول الخليج والعربية عامة هي مساندة للثورة السورية، وأكثر من هيك أخذوا يعني إجراءات بحق اللبنانيين، ليس فقط اللي لهم علاقة بحزب الله، كل اللبنانيين، لا أيضا اللي لهم علاقة بالعماد ميشيل عون. هذا ما يقال. طيب في ناس تانية لا، في المستقبل والقوات هدول شو
هدول رح يكفي، بس يمكن ما بعرف مصالحهم قديش على الأقل عند القوات. أكيد الحريريين عندهم مصالح قوية في الخليج، ولكن يعني هذا القرار في مجلس التعاون الخليجي هو ضغط سياسي على لبنان وعلى الحكومة اللبنانية لم يستعمل في 7 أيار، وأنا أستغرب لماذا لم يستعمل في 7 أيار واستعمل اليوم بالنسبة لسوريا. بس كيف هاللبنانيين اللي أنت بتقول أنه في أزمة اقتصادية خانقة، كيف بدهم يتدبروا؟ لبنان سنة 75 كانت ساحة سورية لمصالح ضد المنطقة. اليوم نحن لبنان ساحة إقليمية ضد سوريا، لكن اليوم ما بقى بهم بالمرحلة هي ضد سوريا. كيف ضد النظام يعني؟ طبعا ضد سوريا، لأنه اليوم بالنسبة للبنان هي اليوم صفت بالآخر الانطلاقة. تركيا، الأردن، العراق ولبنان، هذا هو حدود سوريا، صح ولا لا؟ الأردن واضحة أنه الغرب ما عنده مصلحة يعمل أي نوع من عملية عدم الاستقرار داخل الأردن. شو عم نشوف الوجود العسكري الموجود اللي صار فيها والانضباطية لكل النازحين السوريين على الحدود، لأنه ما عندهم نية لعمل أي نوع من العدم. ما عندهم حزب الله وما عندهم طائفة شيعية، وحطوا الباتريوت وقالوا خلاص دبروا راسهم. هيك ما تنسي عندهم سلام مع إسرائيل يعني، وعندهم سلام مع إسرائيل تماما. اليوم تركيا شفنا هلا بدء المشاكل اللي عم تصير بتركيا، وإن شاء الله ما تتطور هالمشاكل بتركيا، لأنه ما عندنا مصلحة بعدم الاستقرار بتركيا أبدا. العراق بعتقد آخر طرف، ولبنان عم يستعمل كساحة إذا بنطلع فيها. ما حصل بالقصير هي عملية تغيرت شروط اللعبة. يعني لو كان في نية للسماح بعدم سقوط القصير كنا لازم نشوف القرارات اللي أخذتها أمريكا وفرنسا وإنجلترا من عملية قبل. صحيح. لكن ما في مانع كانت إنه نوصل للقصير بهالطريقة. ليه؟ لأنه إذا بنطلع نحن على خطوط الإمداد لما هو البلان بي، بلان بي يعني الدولة العلوية الموجودة فيها. أنت إذا جيتي من إيران للعراق لحمص للقصير للهرمل، هذا هو خط الإمداد. إذا أنت هيدا خليتيه يمشي، لكن خيار بلان بي في حالة صار في معركة على دمشق أو على حلب، مما سوف يضطر النظام بسوريا الانكفاء للمنطقة العلوية، أنت بدك هذه خط الإمداد يكون موجود فيها. منطقة حلب لعبة بتغير كل الموازين القوى على الحدود التركية. مشان هيك لو وقف المعركة على القصير وصار في نوع مثل ما عندنا نحن منطقة الهرمل اليوم منطقة داخل النظام اللبناني، بس فعليا فيها نوع من الفلتان. اوكي، هو كل البلد صار فلتان صراحة، ما صرنا كلنا هرمل يعني صرنا. بس اليوم إذا صار في وانتركت حلب بإطار إنه يصفي فيه تحرك موجود هناك، ساعتها صفت بالآخر ما كان بيكون في قرار بالتدخل. بس إذا في نية لإسقاط حلب، يعني مبدئيا خيار أنا مني شايف في حدا رح يربح بسوريا. إيه، خيار الحسم العسكري للنظام أو للمعارضة. أنا مني شايف في حدا مسلوح. وإذا بنتذكر شو قال كاري وويليام هيك لما صار اجتماع، قال التوازن، يعني اليوم سقوط حلب بخربة التوازن. لكن إذا هالموضوع فيها، لا، موضوع حلب رح يكون موضوع فاصل. هلأ السؤال يلي بدنا نعرفه، هل هو فاصل للحوار ما قبل اتفاق جنيف لجرب الطرفين تقعدوا على الطاولة؟ لأنه الخوف يلي نحن شايفينه، وبآخر اجتماع اجتمعته مع الأخضر الإبراهيمي قال لي ما عم نقدر نركب المعارضة متشرذمة لدرجة. إيه، بس في شغل بهذا الموضوع. إيه؟ بس انه في تشرذم لدرجة. صحيح. وانا بعتقد لو خلوا معاذ الخطيب بالراس، انا بعتقد كان في امكانيه يكون في نوع من الحلحله باتفاق جنيف. انا معك بقصه معاذ الخطيب حقيقه، يعني المعتدل الاكثر فينا نقول. طيب بعيدا، يعني مش بعيدا، لا حقيقه في سوريا عم بتقول انه نحن صرنا ساحه اقليميه ضد النظام السوري، بس اللبنانيين ورطوا حالهم. حزب الله تورطه هو اللي جعل لبنان ساحه اقليميه ضد النظام السوري، يعني وجوده مع النظام وكانه البلد مع كل السلطة اللي عنده إياها حزب الله حقيقة دخل البلد في المعركة نحن بشكل مباشر. يعني مش إنه بمائة حرية تعبير القصة. لما بتكون أنت ساحة في أكثر من لاعب، إن حزب الله الوحيد المؤسسة يلي منظمة وقادرة تفوت بشكل علني. عندها ميليشيا. بقول لك بشكل علني. بس نحن كمان ما بدنا يلي صار بتلكلخ كمان نحن كنا لازم نوقفه. يعني نحن لا فينا نسمح بتلكلخ ولا فينا نسمح بالقصير. ما فردي تلكلخ فردي. عم تحكي ارقام، انا ما عم بحكي ارقام، بحكي انا بالمبدا.
إذا اليوم نحن بلبنان في عنا سياسة نقي عن النفس يلي أعلنها الرئيس ميادي واللي كنا بنتمنى إنها تتمارس بالممارسة، نحن بالنسبة لنا مسؤولية حدودنا. نحن مسؤولية حدودنا، نحن ما شغلتنا نفوت على الطرف الثاني إن كان أفراد ولا كمؤسسات أو كجيش ولا شيء. نحن مشكلتنا هالدولة الكريمة لم يكن هناك فيها قرار سياسي لعملية ضبط الحدود. اليوم نحن بنلوم المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية مؤسسة تأتمر بالقرار السياسي، ما كان في قرار سياسي نحن عنا فيه. اليوم لما نحن رئيس وزارتنا بده يخاف على موقعه كسن من طرابلس، لكن القرارات بده يتعاطى فيها صفة محدودة. لما بيطلع الأسير بصيدا بصف الرئيس سنيورة عم يتعاطى انه بده ياخذ هيدا بعين الاعتبار. نحن ما فيك تكوني انت مسؤولة عن الدولة. كيف الرئيس سنيورة بده ياخذ بعين الاعتبار؟ لأنه اليوم كان مفروض بالآخر ما يخلوا حالة الأسير بالآخر تبين، لأنه بالآخر في هجوم الدولة. بتعرف إنه هيدا ضد التيار المستقل. أنا ما عمل لك معه ولا ضده، أنا عمل لك أنا شو بعمل لك كان ما لازم يخليها تبنى. أنا هذا اللي عمل لك إياه، إنه مفروض السياسيين عنا كان لازم يكونوا متواجدين تيمنعوا هالحركات السلفية. إذا كل هالشيء شغل مخابرات شو بيقدروا يعملوا السياسيين؟ لكن بهالطريقه مش نشوف في عنا هن بعد الطائف عملوا دولة، ما عملوا دولة، عملوا جهاز أمني. طب نحن ليه بدنا ساعتها نعمل انتخابات ونعمل إذا ما تنعين بالاخر شو رح نعمل بهالانتخابات؟ نحن بالاخر مع اجراء ب 17 شهر بكره، يعني نحن ما فينا ننطر. ما فيك اليوم بمصر صار في ثوره، بليبيا صار في ثوره وصار في معارك داميه، بتونس صار في ثوره، باليمن صار في ثوره. طب ما معقوله انه هون البلاد في ثورات وبيقدروا يعملوا انتخابات، وبإيران في عملية قمع بصير في انتخابات، ونحن ما قادرين نعمل انتخابات ببلدنا؟ يعني الرئيس بري وحزب الله والأستاذ وليد شنبلاط ما بدهم رأيهم، شايفين أحسن منا، أنه عندهم رؤية هيك رأيهم أنه ما في انتخابات. هلأ الثلاثة في المجلس الدستوري، شو بتتوقع؟ ماشي، ما في. فضل عنا الخميس اليوم. بتحال بدك تطلع بهالامور يوم اليوم النائب فتت بيقول انه واضح بانه الرئيس بري هو يعني اداة تنفيذية بيد حزب الله. ما بحطها بهالشكل. الرئيس بري شريك اساسي بالقرار، واليوم حزب الله بالهجمة اللي جاي عليه من الغرب وعملية محاولة وضعه من الغرب والشرق هو حقيقة. بس عم بحكي يعني عم بحكي بالمفهوم الدولي. صحيح. عم بحكي الغرب في محاولة وضعه على إحدى الإرهاب وكلياته. حزب الله مجبور يكون في عنده شريك مثل الرئيس نبيل بري، لأنه هو بعده لحدية الوجه اللي فيه يتعامل مع العالم. إيه بس حقيقة انه يعني حزب الله اللي هو ساند كل الثورات في العالم العربي الا في سوريا انقلبت عليه. يعني اللي قاله امبارح الرئيس مرسي واضح انه حزب الله هو ضد الاسلام تقريبا، قال ذلك، قال لبيك يا سوريا، يعني كأنه عم بينادي للجهاد. الخليج ضدهم، الغرب ضدهم. شو بده يعمل يعني السيد نصر الله؟ انت بتشوفه؟ لا ما بتشوفه. حزب الله اليوم نحن كنت انا اشوفه للسيد حسن قبل 2006. نعم. لانه بعتقد كان بمرحله معينه في قرار ببناء الدوله، كانوا شريك اساسي ببناء الدوله. طبعا بعد اللي صار ب 2006 وبعد اللي صار ب 2008 بالنسبه لنا في اختلاف الراي. نحن بنعتبر انه حزب الله لاعب اساسي بالداخل اللبناني، بدك تعاطي معه. صحيح. بس بالنتيجه هل يا ترى عمليه استعمال السلاح بالداخل اللبناني هيدا شيء بيحمل المقاومه؟ هذا مرفوض بالكامل بالنسبه لنا. لانه انا ما عندي مشكله يوقف معك ضد اسرائيل، انا ما عندي مشكله يوقف معك على راس السطح ضد اسرائيل، لانه بالنتيجه اذا اسرائيل بدها تضرب بلدي، مين ما بده يدافع بلدي؟ انا حاطط ايدي بيده. بس ما فينا نحن نبرر المعركه مع اسرائيل لحتى نستعمل سلاح بالداخل اللبناني. نحن منا اعداء بالنتيجه، نحن مواطنين مثل بعض، ما حدا عنده لا شريطه اكثر ولا نجمه اكثر، نحن مواطنين. نحن بدنا نشتغل على عمليه بناء الدوله بالشراكه. بتقولي لي انه الشراكه نحن بلبنان، ما نحن اسوأ شيء صار عندنا بلبنان هو اتفاق الطائف. عندك اتفاق لم ينفذ، اتفاق ب 18 حق فيتو، هلا 6 بيمارسوه، الباقي ما بيمارسوه. بس كيف بدك تبني بلد بهالاطار؟ بعدين نفس الوجوه، رح استعمل تعبيرك، نفس الوسائل يلي استعملت سنه ال 75 اليوم حكمتنا بال 2013. بأي نظام، بأي دولة، بأي تاريخ حقبة تاريخية، الأشخاص اللي بياخدوك لعملية تفكيك الدولة فيك تبني عليهم مستقبل. معكم حال بيفشلوا بالحرب وبيضلوا هن بأنعونا نحن كمواطنين. لقاء الأحد
استاذ فؤاد، بدنا نحكي يعني مثل ما بيقولوا الطبخة اللبنانية الحكومة، يعني قديش صار له مكلف الرئيس تمام سلام البيروتي، وحقيقة بعد هلأ مش فاهمين إذا بدهم يعملوا حكومة وحدة وطنية أم حكومة ما يسمى تكنوقراط أو معتدل كما يقال. هل طرح عليك تمام بك وزارة نحن هالحكومة مثل ما صار بموضوع حكومة الرئيس مياتي، هيدي حكومة بدها تاخذ طرف مع جهة لبنانية ضد جهة لبنانية. ليه؟ هذا ما شفناها بس حكومة الرئيس مياتي، مش هيك سقطت حكومة الرئيس مياتي. شوفي أنا بعتقد اللي اقترحت عليه للرئيس المكلف تمام اسلام واللي على رئيس الجمهورية، نحن اليوم بمرحلة صعبة، حزب الله مزروك، السعودية مزروكة، لبنان مزروك بهالجو اللي نارين فيه. إذا بدنا نعمل حكومة من 24 أو من 30، الأرقام يلي ما بيهم الأرقام فيها، كونها أنه سنة انتخابات، أرجح كل ما بتكتري أعداد الوزراء كل ما بيكونوا مرتاحين القوى السياسية مشان الخدمات. يعني بالنسبة لمرحلة عملوا 60 هو اللي بتعمل 128 عرفت كيف؟ يعني ساعتها كله بيصوتوا مع بعضهم. حلاوتها ما في فصل بهالدولة. نعطي الثقة للحكومة. أنا اللي اقترحت عليه قلت له اليوم طالما حزب الله كلام السيد وكلام جنرال عون وكلام الرئيس بري كله عم بيقولوا انه يجب التمثيل بما انه هذه حكومة توافق وطني، اوكي نعم. او مصالحة وطنية، لكن اللي عم يقولوا كل واحد بيتمثل بحجمه الطبيعي. يعني اذا كان في عندك 48% بالمجلس فيه اللي هي منا ديمقراطية، بس عم بحكي بهذا الجو نعم. قلت له لك يا دولة الرئيس نصيحتي، اذا اليوم عندك 24 اعطيه 9 لحزب الله وجنرال عون، اعطيه 9 8 أدار، واعطيه 9 للرئيس الحريري وحلفائه، لانه هون بتحملهم مسؤوليه اسقاط الحكومه في حاله صار اي شيء. اليوم يعني ثلث المعطل لاثنين بس بعطيه، انتبه بعطي لاثنين ما بعطي لواحد، لانه هالحكومه اذا قعدت هلا حسب اذا كان مزبوط صار التمديد ل 20 نوفمبر السنه الجاي، يلي انا ما بعتقد رح يضاين ل 20 نوفمبر مش بنحكي فيها هي. بس رح تكون هالحكومه قاعده بين 6 ل 18 شهر. بس بهالمرحلة الصعبة بالهجمة الخليجية اللي عم نشوفها بقرار مجلس التعاون بالنسبة لقصة اللبنانيين، بكل ما عم يصير بسوريا، مني شايف في حسم عسكري بسوريا بالمنظور القريب. إذا ما في منظور قريب يعني أنت بحالة تايم أوت، أنت بحالة جمود وعملية تجميد. أنا ليه بدي أخذ على عاتق كرئيس وزارة هون بهالمرحلة عملية أنه يكون معك ضده أو معه ضدك؟ بالعكس، تعال أنت خذ الثلث المعطل وفوت على الحكومة، تعال نشوف بدنا نبني دولة. ما في يحكم ليش بالاساس ما في يحكم؟ ليش يعني اذا الرئيس حكومي رح يجي بثلث المعطل من الجهتين ما رح. خليني اسالك، ليش هي الحكومه كانت حاكمه؟ لا بس نحن ما كان في ثلث معطل. يعني لو بدنا حكومه مثل الحكومه السابقه لشو بده الواحد بس يعمل انت حكومه اليوم جديده يعني. بس انت ما عندك خيارات كثيره، انت بمرحله صعبه بالمنطقه، بالاساس رح يكون دورك هي عمليه تقطيع وقت. هلا نحن مرحله تقطيع وقت، ومشان هيك التمديد لمجلس النواب. اليوم لو في قرارات او شايفين نحن في حلول رح تكون تحسن وضع لبنان، بتحضري وضعك مثل ما صار بايران بانتخاب روحاني نعم. اليوم عم تحضر ايران للحاله ما بعد هالازمه نعم. الموجوده فيها. نحن ما بنعرف شو هو الشكل اللي رح نكون داخلين فيه، رح نكون على الطاوله، تحت الطاوله، فوق الطاوله، ما بنعرف لحديت اليوم على طاوله المفاوضات. تعطي 9 ل 8 أدار، 9 ل 14 والرئيسين شو بتعطيهم؟ لا انا بعطي لوليد باك 2 وبعطي لرئيس الوزراء 2 وبعطي رئيس الجمهورية 2. اليوم رئيس الوزراء يعني 6 يعني 6 هن اللي بيعملوا التوازن. 6 مع 9 انت عندك 15 صوت اللي بدك اياه. صدقيني يكون عندك انه يعني اكيد رح يكون يا هيدا يا هيدا، ما في مشكله يعني. اليوم عم يقول الرئيس تمام اسلام انا الضمانه تبع 2، الطرفين تعلموا انه ما حدا في يضمنهم بشيء الا بالارقام بالنتيجه. انا نصيحتي كانت اعطيه 9 ب9 وخذوا انتم 6، لأنه اليوم بهالمرحلة لن يكون هناك أي استثمارات من الغرب أو من الشرق موجودة بلبنان. بدنا نحافظ على سعر صرف الليرة. اليوم عندك 1,200,000 رسميا، عم ينحكى على 1,800,000 سوري اليوم موجودين بالبلد. إذا ملاحظين هي بعد ما بلشت معركة دمشق الحقيقية. صحيح. واليوم يلي نحن شايفينه كونه إنه نحن بالأساس سياسة نقي عن النفس لم تستعمل فعليا، بطلنا نعرف مين عم يفوت ومين عم يطلع. نحن عنا بلبنان عم بحكي سوريين، هلا لاجئين سوريين، ما عم بحكي على اي حق على الحكومه 100% يعملوا مخيمات ويراقبوا من دخل. يا ستي بدي اسالك، انت معطوط على الحدود؟ عميل فورم. هلا نحن اقترحنا
بمؤتمر من يومين كان عندي خلي الامن العام يجي يطلع تعليمات وزارة الداخلية لكل شيء فيه يعمل بيان، كل واحد سوري قاعد بمنطقة يروح عند المختار يتلي فورم، بس نعرف فعليا مين الموجود بالبلد وين قاعد. لا بس يجب يعني إقامة ما بصير. بعد في شغلة إذا ملاحظة، كل العرب اليوم بعد ما بعتوا المساعدات للبنان بالنسبة للملف السوري. اوكي ليه؟ لأنه إذا ما صار في حكومة جديدة وفات تمام سلام على السراي، أنا مني شايف العالم العربي عم بحكي لك شو دافع. لكن نحن إذا بهمنا وطننا عشو عمل شارع ب9 و6 و8، البلد رايح بالآخر على المجهول. لكن نحن اليوم بدنا حكومة شو ما كان شكلها، لأنه لن يكون هناك جرأة من أي طرف بإسقاط الحكومة. يقال أنه في مقايضة بقصة التمديد للتأليف الحكومي. في ناس بتقول أنه حقيقة حزب الله و8 أذار منهم مستعدين يعني حقيقة يساوموا بموضوع الحكومة. هن كمان ليش ما بدهم يساوموا بموضوع الحكومة؟ عندهم مشاكل كتير أكبر من أنه يكون في تأليف الحكومة. أنا نصيحتي للرئيس المكلف في نهار الثلاثة ما دام قال الثلاثة وبلش تحرك، يطلع عند رئيس الجمهورية يقول له خلينا نعطي 9 ب9 بصف الاختلاف أي وزارة. هيدي تفاصيل بتصير، عرفتي كيف؟ بس نحن هيدا إنه والله أنا ما بدي خلي حزب الله يكون شريك بالحكومة. مش ما بده يكون شريك، بس ما يكون في أسماء نافرة. معلش هلا اليوم بضلك شفناها، بس أنت بحكومة الرئيس مئاتي رئيس سنيورة جابوا طراد حمادي، بالفعل هو قريب لهم بس ما كان عضو منتسب له. هيدا اللي بده اياه رئيس ما في مشكلة، بس لكن ما بنبلش كلامنا بنقول ما بدنا. ما انت بتعرفي بالسياسه ما في شيء اسمه ما بدنا. اوكي يعني تمنياتنا نحن على الرئيس المكلف ونحن داعمينه، بتعرفي لانه نحن بدنا ترجع لبيروت. هذه حلاوتها. ايه انا شفت كيف شو عملوا اهل بيروت. احنا بدنا ترجع لبيروت لانه لنا 20 سنه عايشين بيروت من معدل. انا شايفه بيروت وطن اخر، يعني وطن هيك نحن نموذج للوطن. اذا اليوم فينا الرئيس تمام سلام نهار الثلاثاء يمشي بهالموضوع، بعتقد تشكل حكومه بسرعه. استاذ فؤاد، قديش قلت ما بتوصل ل 20 نوفمبر الامور، يعني 20 تشرين الثاني؟ موقف السفاره الامريكيه وموقف كل السفراء اتصالاتنا فيه نعم. ما بيقدروا يبرروها انه عارف فينا نفهم 6 اشهر لنوفمبر 2013 تحت اطار تقني انه ما قدرتوا توصلوا على اتفاق، خلينا نعطيكم وقت تظبطوها، خاصه اذا بعدنا عم نسوق فكره انه يمكن تعديل قانون الانتخاب تيكون غير القانون الحالي، ساعتها مبرر انه يكون في عندك لوجيستكس وتفاصيل وترتيبات معناتها بده يصير شيء بالمجلس الدستوري الثلاثة. لا عم تقول هيك؟ لا، انا بعتقد ما حيصير شيء بالمجلس الدستوري، لانه المجلس الدستوري عنده خيار يا بقبول او برفض الطعن، ما في يفوت بعمليه انه فزلكات قانونيه. نعم. بس اذا رفض الطعن يلي لحديت هلا ما شايفين معطيات بالعكس اوكي رفض الطعن، ساعتها بصفي الضغط الدولي بيجي على الدوله اللبنانيه لفتح دوره استثنائيه نعم لعمليه بحث قانون تقصير المحاكم. بركي بدهم اجازات النواب، تعبوا كثير حقيقه خلال رمضان 4 سنين. انتبهوا هلا شو كثير تعبوا، يعني حقيقه 4 سنين فكروا كثير كل يوم عم بيجتمعوا. كان كل يوم حقيقه عم بيجتمعوا. شو القانون الانتخابي الافضل لك؟ مش لك كشخص اللي انت تتمناه لهذا البلد. المبدأ لازم يكون مبني على النسبية. هلا النسبية على مستوى لبنان، النسبية على مستوى المحافظة، هي فينا ناخذ بعين الاعتبار الحساسيات تبع الطوائف، بس بالنتيجة إذا ما في شيء نسبي. تعطيكي مثل، أنا سنة 2000 ترشحت الانتخابات، جبت تقريبا 36 أو 38% من الأصوات، أخذت 0 من المقاعد. أوكي، لو في عنا كان نسبي على القليل كنت اخذتي ثلث المقاعد الموجوده فيها، يلي هي شيء طبيعي، لانه اليوم مثل ما صار بعده مناطق ثانيه. هلا هن شو 8 اذار شو بتقول لك، نحن اخذنا 52% من الاصوات الشعبيه بس طلع لنا 48% من المقاعد. نعم. باي بلد بالعالم التوجه هلا انه يكون في شيء اسمه نظام نسبي، لا حتى نوصل لمرحله انه ما بقى يكون النظام يلي بدنا نتضارب عليه مش الانتخابات نتبار عليه هو مبني على المذهبيه، لازم يكون في عندك نظام حزبي. صحيح، النسبيه يمكن بتجيب كمان جيل جديد. صح، دم جديد. نحن اليوم بيقولوا لي بلبنان طب ما هذا اللي عم تفرجوه، بقول له صعب تجي انت تحكم على اللبنانيين كلهم اللي نحن بننجح بكل بلاد العالم انه ما قادرين ننجح ببلادنا، لانه النظام الطائفي المذهبي يمنع الكفاءات من الوصول، لانه نحن في عنا التبعية انه انا زعيم الطائفة، انا بقرر اذا بحق لك ولا ما بحق لك. يعني اتبنوا زعماء الطوائف تبعنا ما كانوا يقرره غازي كنعان لما كان هو الحاكم الناهي. هلا انه ما كانوا يقرره آل الاسد، خلينا نقول ما هو من الاخر انه ايه ساعه غازي كنعان، ساعه رستم غزالي، بس بالنتيجه مرق عنا كثير. بس نحن كان في عنا
حاكم سامي مفوض سامي قاعد بلبنان بمعزل وين بياخذ تعليماته، بس انا بتعاطى بالمفوض السامي. صحيح. استاذ فؤاد، حكينا عن الموضوع السياسي، انا بدي اسالك عن الموضوع الامني ايضا. يعني حقيقه انه بكل وقاحه الطائرات السوريه الهليكوبتر تضرب منطقه عرسة. صح، هذا غلط. طلب رئيس الجمهورية من مندوب الدائم للأمم المتحدة، لأنه هيك فسر قانونيا وزير الخارجية أنه نحن عنا اتفاق ما في يطلب شكوى، أنه مش حتى شكوى بشكل خجول، يعني أنه بده استفسار أو نوع من أنه هيك طلب لماذا يعني الجيش السوري يضرب منطقة في لبنان. أنه هي بتوصل لوين؟ 4 صواريخ على بعلبك من يومين حسب ما فهمت، وصلت بعلبك كمان. صحيح. حسب ما فهمت انه المروحيات الجيش السوري عم يضرب، نعم، الصواريخ المعارضة عم تضرب. حلو. اوكي. المنطق اللي عم يستعمل اليوم انه انت اذا بدك تتشكي على دول، بدك تشكي على دولة، ما فيك تتشكلي على مجموعة يلي هي منه معترف فيها. هيدا منطق لبناني حلو، عرفت كيف؟ يعني نحن دائما بنركب الجره، بنركب لها دينتنا محل ما بيريحنا. ايه صحيح. اليوم لا، لازم يكون في نوع من الشكوى رسميه. هلا فيك تكون الشكوى او بالاخر تبليغ مثل ما قلت. يعني ما فينا نحن ما نعمل هالموقف، لانه بالاخر هالدوله بالاخر ما عم تحمي مواطنينها. اوكي. هو في صوره انه هيبه الدوله صارت ضعيفه عندنا بلبنان، بتشوفيها من الطرقات، بتشوفوها هي مش صورة، هي حقيقة. يعني انه عم بحكي بالممارسه. بتشوفيها بالطريق. لكن اليوم نحن طالما هيبه الدوله ضعيفه، على القليله نقنع هالمواطنين انه بعد في عندنا الحد الادنى. اوكي. انه بالاخر والله في محاوله، وهذا بعتقد لما عملها رئيس الجمهوريه انه يعطي هالموضوع. هلا المنطق اللي سمعته عم يقول بس ما فيك تعترض على جهه ما تعترض على جهه ثانيه. طيب. لا، كمان انه في اتفاقيات امنيه بيننا وبين الحكومه السوريه بانه اذا في خطر عليها فيها هي تتدخل. بس الاتفاقات الامنيه لما انضرب لبنان ما كان يكون في كمان فيها. يعني خلينا هذا نترك هالمواضيع على جنب. طيب. أنا بدي أسألك كمان إنه وفد من 14 أذار سيذهب إلى رئيس الجمهورية يوم 3 أعتقد ليقدم مذكرة يطلب بقوات دولية على الحدود اللبنانية السورية. شو رأيك بهذا الطلب؟ نحن عنا اليونيفيل بجنوب وخايفين عليه. معلش ما بعتذر لكم. كيف الواحد بده يراقب الحدود؟ ما في، بدك في قرار سياسي. اليوم الجيش شغلته حماية سيادة الوطن وشعب. شو معتر هالجيش؟ ساعة بطرابلس وباب التبانة، ساعة بالجنوب، ساعة بالشمال، ساعة بالبقاع. خلينا نبلش بالمبدأ. إذا هو النظرية صحيح. بدنا نعطيه بالآخر كل الدعم السياسي حتى يمارس الصلاحية. نهار يلي ما في أعطي الجيش اللبناني بقرار سياسي لعملية تنفيذ مهمته ومسؤولياته، ما حدا في يحميك. لأنه اليوم يا بدنا نوصل إنه بالآخر نرجع نشجع الميليشيات ترجع كل منطقة تحمي مصالحها يلي انتهت مؤسسة الدولة. نحن بعد على القليل بالشكل عم نقول في سلاح لحزب الله وفي الدولة. نهار بدنا نشجع غير مجموعات يصفي عندها او نعترف فيها. صحيح. انه عندها في خلص تعالوا سلامتك بالدولة، ما بقى في. نحن رجعنا لما كنا عليه بسنة 76. يلي بخوفني نحن مش 75 76 لما صفى في فراغ كامل، ما بقى في عملية. صارت المجموعات المسلحة هي اللي عم ما بدنا نوصل لهالموضوع. لما بلشت حديث يقول لك نحن اهل بيروت رافضين ورح نشتغل بكل ايدينا واجرينا تمنعها. ما فينا نحملها نحن ببيروت. هلا ما بعرف غير مناطق، بس عم بحكيك عن منطقتي انا، ما فينا نحملها. استاذ فؤاد، بدنا نحكي شوية اقتصاد. انت قايل كمان بتصريحك الاخير انه يعني طبعا في انذار كبير للاقتصاد مثل كل الناس، ولكن يجب التصدي لمسألة البطالة التي كانت متفجرة قبل الأزمة السورية وزادتها تعقيدة مسألة اللاجئين والنازحين السوريين. طيب خلينا نقول تراكمات المعيشية والخدماتية والاقتصادية اللي انت تفضلت وحكيت عنها. قديش لبنان بخطر حقيقة اقتصاديا على ليرته، على مصارفه، وعلى العمل فيه؟ خلينا نبلش بالشغل الأهم الأخف اللي هي عملية العمل. نحن اليوم فعليا حسب دراسات اللي عم نسمعها الغير رسمية من البنك الدولي بتقولك عدد البطالة عنا بين 13-15%. لأنه بتعرف نحن في كتير شيء اسمه الاقتصاد الأسود، يعني بدفع له معاشاته براني ما بدفع تأمينات اجتماعية. لسوء الحظ هذا تركيبة التجار عندنا. صندوق الأسود يلي صارت فيها اليوم نحن عم نشوف. عم بحكيك أنا بيروت، بتفوتي على البقال صفى عم تشوفي اللي عم يشتغل بيساعد صاحب المحل سوري، بتفوتي عند النجار سوري. اليوم عم بسمع انه بماكدونالد عم يعلنوا رسميا مستعد هن نهار
يلي بيشتغل 12 ساعة $9. اوكي، لانه اللبناني ما في يعملها، بس السوري في يعملها $9. يعني انت فعليا عم تصفي الحد الادنى للاجور يلي عنا. عم يجي واحد السوري يقول لك انا مصدق اخذها ب60 و70%، وبيكون وفر رب العمل التامينات الاجتماعيه. نعم. هيدا الموضوع نحن لما عملنا مصانعنا بعكار من 92 وكان في عنا 1000 وظيفه، كان ضغط علي جاي من السوري انه وظف سوري، وانا رفضت. مشان هيك مع الوقت سكر المصنع بعكار بعد 17 سنه، لانه نحن بالنسبه لنا ما فيك تجي تكوني بتقولي انا بدي ساعد بلدي وانت تمارسي عمليه كل الخطوات اللي هي ضد مصلحه البلد. الوضع بلبنان صفى كتير صعب بالنسبه لموضوع البطاله والعماله. تاني شيء، اليوم كلياتنا بنعرف يلي جايين اخواننا السوريين على لبنان ما بنعرف بالاخر شو خلفياتهم، ما عندنا ملفاتهم. يعني ما بنعرف مين يلي كان ادمي بسوريا وجاي هون يكون يعيش ويستر حاله، ومين يلي كان بالاخر من شبيحه يلي اجى كمان على لبنان وبده يمارس شبيحته هون. صحيح، بس شو بتعمل؟ في انت امام كارثه انسانيه. طيب بس لحظه، انا قلبي كبير، بتعرفي نحن مؤسسه مقسومه بنساعد عالم بعشرات الالوف، بس هذا لا يعني انه ضحي بمصلحه بلدي. يعني انا اليوم خياري الاول لبناني. صحيح، بس انت اذا ما خليته يشتغل هذا السوري لياكل هو واولاده، بده يسرقك، بده يقتلك، بده يعمل مشاكل امنيه، وهو كارثه انسانيه. انا عم بشوف ناس اولاد حقيقه شفتهم بعيني، ما حدا خبرني، نايمين بالكراتين على بالشوارع في بيروت. طيب هيدا ما بتحمله الدوله اللبنانيه كمان. بس لحظه، لا طولي بالك، هون نحن بما انه لبنان صفت ساحه لتصفيه الحسابات مع سوريا، ما فيك انت بس بالاخر تمرقي لي السلاح، تمرقي لي المال السياسي لتشجيع جهات معينه لتمويل المعارضه بسوريا، بس بنفس الوقت ما عنده مشكله انه يفرط لبنان من الداخل. اليوم نحن بالنسبه لنا بهالبلد بدنا حكومه توقف رسميا وتنعمل مؤتمر كبير لهالمواضيع. بالكويت في 1.6 مليار دولار وقتها انحمل صندوق لتمويل اللاجئين السوريين. لبنان ما اجى فرنك بعد من هالصندوق. ليه؟ لانه في هجمه بالخليجيه على حكومه الرئيس مئاتي، وطالما هو قاعد بالسراي ما حيفوت مصاري. لما بلشت حديثي معك عم اقول لك يجب تشكيل الحكومه شو ما كان شكلها حتى نشيل هالصبغه الموجوده عن لبنان انه هالحكومه مضبوطه من حزب الله، حتى بالاخر نغير الشكل تنقدر نجيب اذا ما صار في عنا مشكله ومتفجره انسانيه كبيره ورح ندفع حقها امنيا بلبنان. طيب هيدي قصه العماله. الموضوع الاخر هو انه طبعا ما في سواح خليجيين، ما في بقى مصالح عربيه في لبنان. يعني شو حقيقه شو وضع الاقتصاد ولا لا. حقيقه قادر يظبط حاله؟ ايرادات الدوله من سنه لهلا تراجعت بحدود 9%، لانه ما في شغل، ما في ضرائب، ما في في اي تي، يعني كلياته شغال مع بعضه. يمكن في سرقه كمان. انا بتعرف مشكلتي ما بتابع هالشيء هيدا، بدنا وزير الماليه هو يخبرنا على هالموضوع. اليوم نحن يلي بدنا نطلع فيه بلبنان بالوقت الحاضر، انا مني خايف على النظام البنكي المصرفي بلبنان. نعم. اذا بنطلع فعليا عنا بحدود 130 مليار دولار ايداعات بالعمله الاجنبيه. صحيح. على ناتج قومي 38 مليار دولار. يعني اذا بنطلع في شيء منه راكب بهالموضوع. نحن بندفع بحدود 4% على فوائد على الدولار معدل. 4% على 130 مليار، يعني عم نحكي بحدود فوق ال5 مليار دولار فوائد. عندك خدمه دين عام سنويا 4 مليار دولار، هي عم نحكي 9 مليار دولار بعد ما بلشنا بشيء. ما هي؟ نعم. طب ناتج قومي 38 مليار دولار، ونحن نمونا الاقتصادي بين 2.5 و 3%، يعني باحسن حالاتنا بندخل $1 مليار فائض. اوكي، هي $1 مليار بس عندي فاتوره ب9 مليار دولار، والليره ما انهزت والمصارف ما انهزت، لانه بالوقت الحاضر ممنوع على النظام المالي بلبنان ينهز، لانه عم يستعملونا نحن كلياتنا هي نوع من حساب دفع لشغلات كتير. يعني لبنان مصرف للمنطقة. اليوم هو مصرف المنطقة. مشان هيك أنا مني شايف في خوف على الليرة اللبناني بالمرحلة هي. بس أنا اللي خايفين منه بالقرار اللي ياخدوه مجلس التعاون الخليجي، نحن رح نأثر على 7.2 مليار دولار بيجوا من برا. طب هيدا رح يضلوا يجوا، بس الفرق ما انه انا حول لك بخلال 3 ايام اذا بدي احول لامي او لاختي او لمرتي. هلا بيجوز تاخذ جمعه وجمعتين وثلاثه، لانه بدك تفوتي بنو يور كلاينت بسموه. نعم. هيك يعني بدك تفوتي بهالقصه كلها. يعني رح يصفي في ضغط على السيوله بهالبلد،
واليوم لسوء الحظ اذا ملاحظه المصارف ما بقى عم تكتب بالنسبه العاليه بالنسبه لسندات الخزينه، صفى اليوم فعليا هو البنك المركزي الوحيد يلي عم يكتب بهالموضوع. لحديت هلا انا مني عطلان هم، وبعتقد رياض سلامه عمل كتير كويس بهالمرحله، عمليه التوازن الموجود فيها. بس اذا ما كان في عنا حكومه تروح بلش تجيب فلوس مش مشان لبنان، تنخفف من الكارثه اللي عنا اياها بالنسبه للسوريين، ايه انا متخوف ساعتها يكون في ضغط علينا بالنسبه للسيوله. بالنسبه للعقارات، في كتير ناس قالوا انه كان في سياسه اقتصاديه لتخفيض العقارات، وهي يعني الامر الذي يمكن ان يساعد الاقتصاد اللبناني. شو رايك؟ انا مش كتير بفهم اقتصاد بس عم بحاول. اعطيك فكره، بيروت في 90 بعد قطعه ارض منها معمره، لكن بدك تسكني ببيروت بدك تدفعي بريميوم، ما في عمليه هذا. هاي بيروت اوكي. هلا مشان هيك ملاحظين ان احنا بلشت تطلع لسن الفيل، تطلع لعمليه خلدي وعرمون، يعني بلشت بيروت تكبر. اليوم معظم الاستثمار العقاري هو استثمار سياسي. يعني اليوم نحن من 2006 لليوم عم نشوف في كتير مناطق أساسية استراتيجية على الطرقات العامة وعلى المفاصل في عملية عمار يلي في منهم فاضي، بس في أكثرهم فاضي، بس في عملية إنه استثمار. هلا أكيد بلبنان الأصحاب العقارات منهم كتار، عم بحكي البلوكات الكبيرة منهم كتار، وهول شو ما كان بيعرفوا أهم مال بتعمليه بحياتك هو من العقار، مش من التجارة، مش من الصناعة، هو من العقار. لأنه إذا بنطلع من سنة 89 بعد اتفاق الطائف لليوم العقارات زادت بحدود حوالي 12 ل 13 مرة. هذا شيء غير طبيعي. لا بعده أنت طبيعي. لا، العقارات العالية بلبنان بعدها ما وصلت للثمن الماكسيموم يلي فيها توصل. بيروت بعد ما وصلت للماكسيموم. شو بدي شو بدي بالبلاتينوم تاور وبالمركز وليد بن طلال، عم بحكي حتى بالوسط التجاري اليوم عم تحكي ب$6,000-7,000 متر الهواء، يلي هو فعليا اذا بتطلع بدبي عم تدفعي اكثر. بس دبي في غير شيء، بس في استقرار امني، بس على راسي في دولة. بس الفرق بدبي صحراء فيك تضلك بالاخر ضمي. هلا مشروع الشيخ محمد بده يزيد 50% من مساحه دبي، انت وين بدك تزيدي؟ لحطهم البحر؟ لا، اليوم هيدا بهالموضوع بدنا ناخذها بحجمها. في عندك بدك عقار، بدك ادراس ببيروت، بدك تدفعي ثمنه اوكي. بس اليوم نحن انا مني شايف العقار رح ينزل ابدا، ما بينزل العقار. الماكسيموم انه ما بقى بيطلع بالسرعه اللي طالع فيها، بس نحن ما وصلنا بعد للبيك للماكسيموم. ليه؟ سوليدير اهم شركه عقاريه بالعالم، سعرها ما عم يتعدى العشرات، 15 14 18. اذا بنطلع فعليا بسعر السوليدير لازم يكون بالمية، لانه عندي كل هالعقارات. واذا ملاحظه اليوم بالسوليدير معظم البناء بالمعرض، يعني المنطقه القديمه ممنوع منتلي بعد بالعالي، يعني معظمها هي المحلات اللي تحت، لانه جاي الوقت انه هيدا بده يطلع فيها. هلا انا بالنسبه للعقار مني شايفه بينزل، ونحن لسوء الحظ للبنانيه لحسن الحظ للبنان انه كل ما بيصفي فيه عمليه دوره مشاكل بالمنطقه، في عندك ناس بيجوا بيعيشوا عندك بلبنان. كنا قدرنا استفدنا من هالشيء على الأقل من الأموال المصرية، وما عرفنا استفدنا منهم لأنه بدنا نعمل مقاومة على كل العالم حقيقة، يعني كل واحد من جهته. بس هيدا الكلام اللي عم بتقوله هي بتصفي بيروت ليست لأهلها. ليش اليوم أنت بيروت لأهلها؟ لا، بس انه وقت بتخفض العقارات ممكن انها ترجع لاهلها. ما في خلص. نحن اليوم بشمون وعرمون في عندك فوق 600,000 مقيم بصفى هناك، وأسوأ شيء كلهم بيرتي بس ما عندهم بلدية. انت بتعرفي هذيك المناطق تابعة لبلدية شويفات يلي مبدئيا عم يتعاطوا مع هالأهلنا اللي هناك كانوا بالآخر غرباء. بتذكر بالزمانات لما كان في حي بعجلتون، كانت بيت أهل مرتي بيت نعماني، يطلعوا يصيفوا بعجلتون يسموه حي الغريب. اوكي ليه؟ لانه كانوا روم وسنه الغريب عفوا. لما نحن رح نصفي هيك ببيروت، يعني نحن كلياتنا غرباء. بعد في بس حقيقه دقيقتين، انت ستترشح لانتخابات بيروت مهما كان القانون؟ نعم. انت مرشح دائم لرئاسه الحكومه؟ انا حلاوه رئاسه الحكومه هذا خيار دولي، بس بالاخر اذا انعرضت علينا نحن ما حنقصر. شو كان فيك تعمل لو كنت رئيس حكومه هلا؟ انا بالنسبه لي اول شيء ما بجيب معي الا وزير ماليه، وزير تربيه، وزير صحه. العالم المواطن اللبناني هو الشغلات اللي بالاخر عايش فيهم، لا سياسي لا امن لا شيء. بعدك عم بتقولي نحن من بعد الطايف صفينا نظام امني، مش انه بالاخر نظام دولي.
اليوم 60% من دخل المواطن بينصرف على التعليم والتطبيب، ونحن هول المؤسستين اللي هو أسوأ شيء عنا. نحن نجحنا ببلادنا، نجحنا بالخارج لأنه كان في عنا نظام تعليمي اليوم منه موجود. إذا ركزنا على هالثلاث مواضيع بعلاقاتنا الدولية اللي ابتديتي حديثك فيها، فينا نسوق بلدنا بطريقة مختلفة. نحن مشكلتي أنا إنه لا مع 8 ولا مع 14، أنا ضد 8 وضد 14. عرفتي كيف؟ لأنه ما بؤمن إنه بهالتطرف اللي نحن رايحين فيه فيك توصلي لبناء وطن. بدنا نصفي بالاخر، مش هذا الاعتدال والوسطيه، كمان هذه ما لها قيمه. شو الاعتدال والوسطيه؟ بده يكون في عندك سياسي واضحه تقولي انا لاني موافق مع هول ولا اني موافق مع هول. هيدا هو اللي بدنا نبني فيه، واذا انعرضت بالعكس نحن مستعدين نقوم بالاموجه. استاذ فؤاد مخزومي، شكرا لوجودك معنا في لقاء الاحد. شكرا للمخرج توني خوري، والى اللقاء الاحد المقبل. لقاء الأحد من صوت لبنان.